فطيرة صدق زيادة جبنة ولا فطيرة جبنة زيادة صدق؟ الفرق بين الفطرتين دول هو نفس الفرق اللي هتشوفوه بين حلقة النهاردة من ايه الحكاية والحلقة الاولى اللي كنا بنتكلم فيها عن ماستر مايندز. علشان خاطر اللي منورني النهاردة هو زيدان بيه. اهلا وسهلا. انا جوعت والله. بمناسبة انك جوعت، تفتكر في فرق بين فطيرة صدق زيادة جبنة وفطيرة جبنة زيادة صدق؟ اكيد في انواع الحاجه المكونات يعني. تفتكر ايه الاغلى؟ لو السجق نضيف يبقى السجق، ولو الجبنه الكواليتي بتاعتها حلوه يبقى الجبنه. هو الحقيقة امبارح انا كنت بشتري صدق زيادة جبنة، وواحد صاحبي كان بيجيب العكس، مشكل جبن زيادة صدق، وكانت مشكل الجبن اغلى من الصدق. فهل ده معناه ان الصدق وحش؟ السجق تعبان ولا الجبنة اللي حلوة؟ مش هتفرق يعني. هو السعر اصلا بيؤثر على يعني هل هو انديكيتور على الكواليتي؟ والله سيكولوجيا الشعب المصري يقول لك هات حاجه غاليه نضيفه غالي ثمنه فيه. هو مشكل الجبن كان اغلى وواضح ان قد يبدو هذا، لكن الله اعلم. لا يبقى السجق تعبان 100%. سجق تعبان. نخش في الموضوع. احنا اللي جابنا هنا. ايه اللي جابنا هنا؟ انت اللي تقول انت ايه اللي جابنا هنا عشان انت اللي مستضيفني دلوقتي. انا اللي مستضيفك ولا انت انت كنت مستضيفني؟ وانا كنت واخد منك المايك. بالظبط. المره دي انا مستضيفك، فالمفروض انت تاخد مني المايك. هقطعك كل سؤال هقطعك فيه. من هو زيدان؟ والله بشكل مبسط ومفصل. زيدان التعريف اللي بناكل بيعيش وبنضحك عليه، نضحك بيه على الناس يعني. هو زيدان كوبي رايتر وسكريبت رايتر. ليه بنضحك بيه على الناس يا عم؟ حقيقة زي الفل. هو كوبي رايتر وسكريبت رايتر في براند كويت دلوقتي. تشتغل معانا بقى؟ تقريبا. طب احكي لنا كده، يعني بدأت في الموضوع ازاي او جه ازاي بشكل مختصر، يعني مش عايزين نستفيض فيما قبل الكتابة او قبل الشغل، لكن بشكل مختصر كده قول لنا. بشكل مختصر عجبني قوي وانا في الكلية مجال الديجيتال ماركتنج، وشفته ككل، فما اعرفش ايه اللي جواه، ايه الكونتنت، ايه الديزاين، ما بفهمش حاجة. في حاجة اسمها ديجيتال ماركتنج حلوة وبسمس، فانا قلت اجرب، فاخدت كورس 3 شهور. انت كنت في كلية خريج كلية ايه؟ انا خريج كلية تجارة، قسم إدارة أعمال. هتقول لي يفرق يعني المحاسبة؟ اقول لك ولا اي حاجة. بيشتغلوا ايه اصلا لما بيتخرجوا؟ يعني انا عارف ان خريج قسم محاسبة بيشتغل محاسب، خريج تجارة أعمال إدارة أعمال بيشتغل كل حاجة، بيشتغل محاسبة، بيشتغل في ال HR، في ال BR، في أي حاجة فيها R بيشتغل فيها. ماشي كمل. كنت بتقول وانا في الكلية كان عندي وقت كتير لأن ما كنتش بروح أصلا، فأذاكر برمجة، أذاكر ديجيتال ماركتينج فأي. وبعد كده جات الكورونا، بداية تعرفي على الورشة سابقا. الكوميونتي حاليا هم بوستين 2 بالبلدي كده وفي مجالنا صايعين قوي. زيدان يعتبر من الناس اللي هي ما قبل ماستر مايندز كوميونتي، ايام ما كانت كل حاجه بنقدمها لوحدها، كان الورشه لوحدها، التريننج لوحده. لكن اللي بيحصل او اللي حصل دلوقتي ان كل الحاجات دي كلها دخلت جوه ماستر مايندز كوميونتي. انا لسه حتى متسجل على الموبايل. انت متسجل على الموبايل محمد زيدان شرطه SCW5 بالظبط. فمن جيل الطيبين بقى الحمد لله. فنرجع لكلامنا اللي شدني للورشه. بوستين 2 صايعين قوي. اول واحد وانا لسه فاكرهم كويس، اول واحد هنرتب لك دماغك، وتاني واحد احنا مش احسن ناس بتقدم كورسات. الناس دي مجانين ولا بيقولوا على نفسهم كده ليه؟ لما دخلت
لقيتهم مش احسن ناس لقيتهم مش احسن ناس عشان كده قررت اكمل يعني. فلو هنحط عنوان للي لقيته جوه، هم وعدوني بحاجه واوفى. وعدوني ان هم يرتبوا لي دماغي وورقي. وعدوني ان هم يرتبوا لي دماغي وورقي والدنيا تبقى سيستماتيك. دخلت لقيت كده، دخلت لقيت الكلمه اللي دايما انت بتكررها كتير في كلامك، البروسيس. لا، في بروسيس، في نقطه A لنقطه Z اللي هلاقي فيها الكوبي طالعه بتحقق هدفها، كوبي نضيفه زي ما بنقول. انا يعني حتى لو هتقول كوبي نضيفه، بس انا عجبني مصطلح الكوبي بتحقق هدفها. يعني انا عارف ان في الاخر مش مطلوب مننا اننا نطلع حاجه كرييتيف، مش مطلوب مننا نطلع حاجه ساعات ليها وصف غير انها تكون بتحقق هدفها. لو في اوبجيكتيف معين احنا حاطينه، فالاهم ان الكوبي دي تحقق هدفها. انا عجبني تعبيرك جدا عن الموضوع ده. بالظبط. هو انا دايما بقولها كده، اللي انت بتعلمه في الورشه او الكوميونتي دلوقتي هو ما هو الا اطار، والفنانين بقى الكوبي رايترز بيلعبوا فيه ماستر مايندز. فالماركتينج، الاودينس، البيزنس، البلاننج، الكامبين، الافكار، الكوبي، كل ده اطار، والماستر مايند بيبدع فيه. فانت صح، لازم الكوبي تحقق هدفها. ما اعطتش بقى الايه الكرياتيفيتي بتاعتي، ما تكونش اوفر كرياتيفيتي برضه عشان ما تضربش في وشي في الاخر ما حدش يفهم الكلام. بالظبط. لكن ما يمنعش ان انا احط التاتش بتاعي. حلو. عايزك تكلمنا اكتر او تكلم الناس اكتر دلوقتي عن اللي بيحصل في التريننجز اللي احنا بنعملها. اللي انت لمسته فعليا، يعني اللي انا لمسته سلم. انا لمست سلم بياخدني من درجة لدرجة 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 في طريق محدد. بمعنى في الاول بندرس ايه هو الماركتينج اصلا، ايه شوية مصطلحات كده غريبة، ايه الميشن، الفيجن، ايه الجولز، الاوبجكتيفز. انت قديم بس قديم. بعد كده بينقلك على خطوة تانية، ازاي بناخد بريف من عميل. واظن الناس في الكوميونتي دلوقتي بيدخل لهم عملاء حقيقيين او بروجكتس حقيقية زي ما انت اتكلمت معايا في البودكاست الاولاني يعني. واحنا كان بيدخل معانا بجد عملاء. احنا اصلا كنا بنتعاون وقتها مع كلاينتس موجودين فعليا بالظبط. في التريننج. ودلوقتي في الكوميونتي بيتعاملوا مع براند يعني اتكلمنا ان هي حقيقيه يعني. بس على ايامكم كنت ايام متعاون مع اكاديمي، وكنا بنكتب كنا بنكتب لها كونتنت، والكونتنت نزل فعلا سمايل اظن كان تقريبا. فكان انا فاكر انت وامل تقريبا كنتوا عاملين الكامبين دي مع بعض. بالظبط. فاللي لقيته جوه هي بروسيس وخطوات واضحه بتاخدني من نقطه A. انا حد مش كلنا واقفين على سلمه واحده، على ارض واحده، وبننطلق كلنا مع بعض مهما كانت الفروقات ما بيننا يعني. انا كان عندي شويه معلومات من كورسات سابقه، لكن من كل حته يعني. فالورشه والكوميونتي رتبوا لي افكاري، رتبوا لي الدنيا. عرفت انا مطلوب في دلوقتي كامبين مطلوبه مني، انا عارف انا دلوقتي انا هعمل ايه بالظبط. اخد البريف من عميل، هدرس الاودينس، هدرس البيزنس، انسو اون بقى لحد ما اطلع كوبي نظيفه زي ما بنقول. ماشي. انا عارف ان انت بعد كده رحت الجيش وبعدين رجعت. احنا تقريبا كنا على تواصل اننا هنشتغل مع بعض ده حقيقي من قبل ما تروح الجيش، ومجرد ما رجعت من الجيش ابتدينا على طول. الكلام ده كان بقاله فترة قد ايه؟ احنا بقالنا دلوقتي شغالين مع بعض بقالنا سنتين. في مارس الجاي يتم سنتين. طيب دلوقتي خلال السنتين اللي انت كنت شغال معانا فيهم دول، ده كان يعتبر بداية شغلك اصلا. فانا الاول عايز اسالك، هل انت حسيت انك بتتطور خلال السنتين دول
جميل. ايه من خلال تجربتك يفيد لو في كوبي رايتر دلوقتي بيسمعنا او حد بيبتدي في كتابة المحتوى، وانا عارف ان عندنا في الكوميونتي اللي هو الجمهور الاساسي اللي احنا بنعمل له الكلام ده، بينما هو بينزل على اليوتيوب، بس الغرض ان الناس اللي جوه الكوميونتي تبقى بتعرف بعضها بشكل اكبر. حد لسه هيبتدي يشتغل حلو. او لسه في بداية طريق شغل، يعمل ايه في المرحلة دي علشان خاطر ما يفضلش واقف عند حتة معينة؟ حلو. عشان مستوى شغله يتطور. حلو. انت لو ما عندكش القابلية انك تتعلم مش هتتعلم. يعني انا افتكر كلمة كنت بكلمك مرة كول يعني، فبقول لك انا عايز اعمل كذا وكذا 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 وكذا، فعايزك تدلني اعمل ايه بالظبط. فين انت قلت لي جملة حلوة قوي، قلت لي انا مش بابا. ما اعرفش تفتكر الجملة بس انا فاكرها كويس. انا فاكرها كويس. قلت لي انا مش بابا، شوف انت عايز تعمل ايه واعمله. فانا دايما بقول مش عشان انت قاعد معايا بجد، يعني انا ربنا انعم عليا ببراند كايت لاسباب كتير، منها منها المبادئ. ده اول حاجه تتماشى مع المبادئ الدين ومبادئ الشخصيه والمرونه. في زي ما قلت لك في اطار لازم يحكمنا في اول في الاخر، اطار الشغل، اطار البروسيس، اطار ايا كان الاطار، ففي اطار بيحكمنا في الاول في الاخر. المساحه دي انت بتلعب فيها زي ما انت عاوز بما يتماشى مع طبيعه الشركه اللي انت شغال فيها. مثلا في الاول انا كنت شغال كوبي رايتر، كامبين مطلوبه مني بطلع كامبين، شكرا. طب يعني طب ما اتعلم سكريبت رايتنج. طب يا جماعه انا عندي فكره سكريبت للعميل الفلاني، دوس ده. طيب انا يعني هقف عند كذا حته من اللي انت قلته ده، علشان حاسس في ايه، في بالك من الحاجات اللي محتاجه ايه نطلعها. ماشي. رقم واحد، ان يبقى في اطار انت بتتحرك فيه وعارفه. فرقم واحد انا يبقى عندي بروسيس في دماغي عارف اشتغل بيها، والبروسيس دي بشتغل بيها في اطار معين. انا عارف حدودي رايحه فين وبعمل ايه وازاي. بسم الله الرحمن الرحيم شغل انا عارف انا مطلوب مني ايه، الجوب ديسكريبشن الاساسي بتاعي والمعايير اللي بطلع بيها الشغل او معايير الكواليتي بتاعت الشغل. رقم 2، انت قلت ان انا قلت لك انا مش فاكر. لا انا فاكرها كويس. بس دي تودينا المفهوم لحته تانية كده. لما واحد يكون بيشتغل شغلانه، وانا عارف ان ده عكس الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، واحد بيروح يشتغل شغلانه وبيقول لك انا مش بتطور في الشغل ده، هل ده يعني ان هو يسيب الشغل عشان ما بيتطورش؟ والله خليك فاكر ان احنا واقفين عند ازاي الكوبي رايتر يتطور وهو بيشتغل. واحنا دلوقتي بنسأل سؤال، هل لازم لو ما بيتطورش في مكان المفروض يسيبه؟ انا مش هحمل حد المسؤوليه، ولا هو ولا الشركه، بس في نقطه انت طلبت ده، انت حاولت، انت جربت. هل انا كصاحب عمل مطلوب مني اطور لا انا بكلم دلوقتي الكوبي رايتر. ماشي، انت حاولت، انت جربت. انا ككوبي رايتر هروح اطلب من مديري يطور مني؟ لا، لكن اروح له، عارف اللي يقول لك ساعد نفسك، يعني وريني ان انا اللي انت بتساعد نفسك وانا هساعدك. انا ده اللي اقصده. انا معترض. فانت كصاحب عمل، انا بقطعك قاصد عشان انت قطعتني البودكاست الاولاني. فانا كصاحب عمل لما اشوفك انت بتساعد نفسك، حابب تطور من نفسك، وفي جزء من المرونة يسمح بده، انا اكيد هساعدك. طب بس حاسس ان مش ده الاصل. ما هو لو مش الاصل، لو مفيش كده ريد فلاج واتكل على الله. ليه تتكل على الله؟ يعني لو انت في مكان انت بتعرف تعمل وظيفة معينة، الراجل ده بيعرف يعمل لوجوهات كويس، هل انا بطوره في اللوجوهات؟ ما حصلش. هو انت متضايق فهو بيقول لك ما حصلش. هل هنكت بقى هو بيقول لك ما حصلش وانا بقول لك انه ما حصلش برضه. هل ده معناه ان هو يمشي؟ طب لو هو ما بيعملش غير لوجوهات،
هو طول انه بيصحى الصبح شغال على ايدنتيتي، بيخلصها ويسلمها ويصحى تاني يوم والله يشتغل على غيره. في الاخر هو صاحب العمل بيدفع لي او بيدفع لك او بيدفع له فلوس نظير اتقانه لمهمة معينة بيعملها خلال وقت معين. فده الديفولت ماشي، ما فيها ما يبقى ريد فلاج ولا حاجة. انا مش متفق معاك في ان دي ريد فلاج. ماشي. يعني حاسس انه ده الطبيعي. انت بتعرف تكتب فانا جايبك مش عشان اديك كورس، انا جايبك علشان اعلمك. واحدة من الفاليوز بقى اللي ممكن تبقى موجودة في شركة ما انها تقول لك خد الكورس الفلاني ده وطور نفسك. لكن هل ده هو المطلوب؟ انا شايف ان المسؤوليه على الكوبي رايتر، مسؤولية على الشخص نفسه. بالظبط. انت عندك القابليه انك تتعلم او عندك الدوافع انك تتعلم وتطور من نفسك. لو المكان مش بيساعدك، انا ما بقولش ان الديفولت ان المكان يقول لك هجيب لك كورسات الفلانيه وطور نفسك في الادز واعرف سكريبت رايتنج واعمل كذا وكذا وكذا لما نتحامل على الكوبي رايتر دلوقتي انا عارف بس كمل. انا شايف ان مش ده مسؤوليه المكان، هي مسؤوليه الشخص نفسه. انا بقول لو المكان انت حاولت تساعد نفسك، حاولت تطور من نفسك، حاولت تعمل كذا وكذا وكذا والمكان ما ساعدكش، كنسل اي حاجه. حاولت تتعلم وتطور من نفسك والمكان ما ساعدكش، اظن انك تسيب من وجهة نظري يعني مثلا علشان الكلام يبقى واضح، انت دلوقتي واحد عايز يطور من نفسه في كتابة السكريبتس. حلو. فانت بادر. انا كتبت سكريبت عايزين ننفذه للشركة عندنا، بصوا عليه ولو في مطلوب تاسك سكريبت يا ريت تجيبه لي. اللي هو انا بطور نفسي في الحتة دي وعايز اعمل كذا. بادر. وده اللي حصل معايا بالفعل. يعني انا وفي براند كايت ما كنتش بكتب سكريبتات. يا جماعه انا قدامي فكره سكريبت للبراند الفلاني، اتفضل. والله احنا هنعدل كذا وبتاع، فبتعلم نتعلم دلوقتي الحمد لله رب العالمين. بقيت معروف في الشركه ان انا بكتب سكريبتات حلوه وبتراجع مقالات بس تكتبش مقالات. بس براجع مقالات. فاهمك وانا لمست ده معاك بالفعل في الحته دي. انت اصلا كنت ممكن بقى بره الشغل عادي، انا عندي فكره سكريبت وقاعد واظبطها وبتاع، يا جماعه انا عايزين ننزل نصور السكتشات. في سكتشات بصورها بعدها بكام شهر، بس في الاخر بتبقى محتاج انك تلاقي حد يقدر ده بالظبط. واي ثينك ان ده بيبقى هو ماشي مع سكه اهتماماتك. واعتقد ان الحاجه اللي بتعملها وانت عايز تعملها او عايز تتعلمها او عايز تتقنها، انت بتعملها بشغف، بتعملها بحب، فبيطلع اوتبوت كويس يخليك تشتغل وانت مبسوط. انا متفق معاك في ده، بس اشعر وكأن هذا مش هو الديفولت انك جاي على جوب معينه بتعملها وبتاخد نظير الوقت اللي تقضيه فلوس معينه وخلاص. ومحكومش على الشخص ده كمان يعني. بس احنا بنتكلم اللي حابب يطور نفسه، فهي مسؤوليتك انت في الاول وفي الاخر، مش مسؤوليه المكان اللي انت فيه. المكان ساعدك بحاجه بكورس بكده يعني انا مفتوح لي ماستر مايند كوميونتي لان انا شغال في الشركه والشركه بتساعدني على ده، يعني جزاهم الله خيرا. فاهم قصدي. لكن دي اكسترا منهم. فاهمك. مش هو الديفولت، مش هو الحاجه الاساسيه. المسؤوليه عليك انت. يعني انا مثلا في الشغل على فكره هو انت اللي طلبت ده. في ناس شغاله معانا مش مفتوح حاجه عادي. وساعات كنت بدخل ميتنج مع الناس وتقمصت دور الكلاينت في مره والناس عارفاني. فهي مسؤوليتك في الاول في الاخر. يعني مثلا انا وانا في الشغل يتقال لي في البراند الفلاني احنا وقفنا الاد، شغلنا الاد، عملنا كذا. انا مش محتك بالادز. لا طب تعالى ناخد كورس نشوف الادز دي بتقول ايه. اتنسب لي حاجه شغل بتاعنا انا دايس وفاهم. شوف الاعلان الفلاني شغال ولا مش جايب ولا انا فاهم. فهي بتبقى منك انت. وبعتبر نفسنا ككوبي رايترز يعني شغالين 24 ساعه. انت بتاخد انبوتس وانت ماشي في الشارع، بالبورد، موقف في تاكسي، موقف في ميكروباص، موقف هنا. فانت يعتبر شغال، دماغك شغال 24 ساعه يعني رقم 1 اطار وبروسس.
بالظبط. رقم 2 المدير مش بابا. المدير مش بابا، بالظبط. رقم 3 او يعني المدير مش بابا وانت اللي مسؤول عن تطوير نفسك بنفسك. 100%. رقم 3 انت شغال 24 ساعة، شغال 24 ساعة في الشركة 8 ساعات ولوحدك بالظبط. باقي ال 24 ساعة. يعني اركب تاكسي، اقعد في قهوة، اقعد في كافيه، اقعد في اركب اوبر، ميكروباص، احتك بكل الناس، لان ده كله انبوتس ليك ككوبي رايتر عشان تطلع افكار ما حصلتش بعد وانت كده. بتقول اركب تاكسي، يعني عارف جاي من بالي الناس بتاعت التنميه البشريه، اركب اوبر، اركب تاكسي، انزل في كافيه، قول انا قادر، بالظبط. قول انا قادر. فدي حقيقة الانبوتس حلوة، ومفيش حاجة بتخسر زي ما بنقول. اي حاجة تتعلمها هتفيدك بعدين. هو اصلا الافكار بتتكون في دماغنا لما تشوف حاجه وتربطها بحاجه قديمه في دماغك. ده تعريف الكرياتيفيتي بالنسبة لي، انك تربط حاجتين ملهمش علاقة ببعض او ليهم بس ما يعني ايه السهل الممتنع كده زي ما بنقول. ماشي. انا عارف ان زيدان مميز في الافكار. الله يكرمك. فلو احنا عايزين نقول للكوبي رايتر ازاي زيدان بيطلع الافكار، نعمل ده ازاي؟ طيب، هو انا هقول لك الطريقه ونقول للناس الطريقه اللي بعملها يعني وبتجيب معايا، لكن هرجع زي ما قلت لك في الاول، هي انبوتس. دخل لدماغك انبوتس كتير قوي قوي قوي. صاحب بالين مبدع، صاحب 3 عبقري. مش كداب يعني؟ لا لا لا، مش كداب خالص، عبقري. اتعلم من اليمين والشمال، مش هيخسر معاك في حاجه، بالعكس هيفيدك وانت بتطلع افكار. جاتلك شركه شحن، جالك بيزنس، جالك لوجيستكس. ماشي، بس انا مش عايزك تقول لي كلام عام، عايزين نعرف ايه الطريقه الزتونه. طيب، انت عارف ان انا اولد سكول، ورقه وقلم. الشتات والحاجات دي الشتات مش جايه معاك بقى؟ بعد ما نكتب في الورقه والقلم بننقلهم للشيت عادي. ماشي. عشان التيم وكده يعني. لكن ورقه وقلم فاضيه، بتكتب ورقه وقلم، بتكتب تابلت اللي انت عاوزه. ولو مسكنا مثال عملي على الأكاديمي اللي انت اتكلمت عنها في الأول، اللي هي سمايل، اللي هي ببساطة هي أكاديمي بتقدم ده حاجات مختلفة، كنا تقريبا عاملين معاهم اتفاق ان انا نعمل لهم كامبين للانجليش كامب. الانجليش كامب بالظبط. هو انجليش للأطفال. فعندنا الكاستمر هو الآباء أو الأمهات، والكونسيومر هو الطفل، لكن احنا بنكلم الكاستمر. فلو عايزين نعمل كامبين للانجليش كلاب ده، فاحنا الورقه الفاضيه قدامنا هنبدا نملاها كلام عشوائي ببساطه، وكل كلمه عشوائيه او كل جمله حط عليها دايره. فتعال نطلع انا وانت كلام عشوائي. انجليش هو شغل في المستقبل للطفل ده. لغه، دايره، فرصه، شغل، مس انشراح، ريبيت افتر مي، فيري ماتش. اكتب كل حاجه بتيجي في بالك. فلما نبص الورقه دي دلوقتي قدامنا اهو، هنلاقي ايه؟ في هنا فرص، وفي هنا مثلا ايه؟ مفتاح اللي بيفتح لك ابواب كتير. فنلاقي مفتاح الفرص. الانجليش هو مفتاح الفرص. فهمت. في الاخر انت احنا عارفين الافكار بتطلع نتيجة ربط ما بين حاجة في دماغك وحاجة لاحظتها، حاجتين معينين في دماغك. انت بتطلع اللي في دماغك ده في شكل كلمات صغيرة بالظبط، من غير ما تبقى مترتبة. يعني عايزين نقول للناس دلوقتي ان احنا واحنا بنعمل برين ستورمنج، احنا مش لازم نعمل برين ستورمنج ونطلع فكرة كاملة. انت اكتب الكلمات عشوائية كده، وفي الاخر حاول تربط ما بين كل كلمتين، ما بين كلمتين وبعض بالزبط. اي كلمتين. واللي علمني الطريقه دي كانت دلوقتي كونتنت كرييتور كبيره، يعني هي نسمة أسامة. علمتها لي وانا بتدرب في شركه ما يعني، فبنسب لها الفضل يعني. ربنا يبارك لها. يا رب يا رب.
طيب حد يسأل يقول لك انا هجيب الكلمات دي كلها منين؟ يعني انا عندي كرييتيف بلوك، يعني عارف المصطلحات بتاعت الامراض النفسيه اللي يا بتطلع باشا شات دي؟ جي بي تي يجيبهم. تشات جي بي تي يجيبهم. احنا اصلا ممكن نعلمه يعمل بالظبط. الكلام ده، نعمل فانكشن صغيره، مش هنعمل الموديل مثلا بتاعنا احنا على الشات العادي بتاعنا. برومبت معين نعلمه ان هديك خد يا باشا ميس انشراح وفصل ومدرسه وانجليش ولغه وكذا 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 وفرصه ومفتاح. وخد بالك ان انا دلوقتي اخدت كلمه مفتاح وكلمه علمه فرصه، بالظبط. عملت بيهم هيدلاين. فانا بعد كده هدي لك البراند او المجال بتاع البراند، تطلع لي شويه كلمات ليها علاقه بالكلام ده، 100 كلمه مثلا، وبعد ال 100 كلمه دول تطلع لي 10 هيدلاينز ما بين تربيطات بالظبط الحاجات ببعضها، هيقوم بالبروسيس كلها. ولو ما بتعرفش تستخدم تشات جي بي تي او ما دماغك كانت ناشفه وقتها وما اتعلمش منك، لا هيتعلم يعني وقتها ايدك انت اللي هتبقى ناشفه مش عارف تعلمه. بالظبط. عندك البريف، عندك العميل قاعد يرغي او يتكلم ساعه الا ربع. انت شفت يرغي دي عيبه صح؟ ماشي. عندك لا عادي من جوه الكلام. فعندك العميل بيتكلم يجي ساعه الا ربع، خد منه هتلاقي منه كلام كتير يتقال. عندك وانت بتدرس البيزنس والمنافسين و هتطلع كلام. عندك الاودينس، المشاكل بتاعتهم، اسئلتهم، هتطلع منها كلام كتير قوي. فانا مش مؤمن بحته الكرييتيف بلوك بصراحه، يعني حتى في الكتابه. هو اصلا بعد وجود شات جي بي تي ما ينفعش نقول ان بقى فيه كرييتيف، بس كرييتيف بلوك يعني انت مش قادر انك تطلع افكار وانت عندك حد قلت له هات افكار هيديك، بس انت وجهه بس. بالظبط. فالطريقه دي انا شايف حلوه جدا كبدايه، وبعد كده دماغك هتلاقي بتلينك لوحدها كلمتين من هنا، مثل تحرفه، زي حتى ما طلعنا فكره بتاعت اطلع من المولد بكل الحمص. فده مثل حرفناه لفكره كانت مناسبه جدا. ما تبقاش اوفر كرييتيف قوي عشان الناس تفهمك برضو. ممكن الناس ما تفهمش لو بالظبط. خليك في البسيط منه يعني. نرجع بقى للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها. زيدان خلال السنتين اللي هو اشتغل فيهم كوبي رايتر او كاتب محتوى، كان بيطور نفسه ازاي؟ رقم واحد قلت ان في اطار وخلاص انت حاطط لنفسك بروسيس بتشتغل بيها داخل الاطار ده. فالمهم تبقى عارف ايه الاطار بتاعك، ايه الجوب ديسكريبشن بتاعتك، ايه الحاجات اللي ما ينفعش تعملها وايه اللي مسموح لك انك تعمله، ثم تسيستم دماغك وتشتغل. ادي رقم واحد. رقم 2 قلت ان المدير مش بابا. بالظبط. وان مسؤوليه انك تطور نفسك هي مسؤوليتك انت. رقم 3 من وجهة نظري ما يبعدش كتير قوي عن المجال، بمعنى ما يبقاش هو كوبي رايتر ويروح يتعلم موشن جرافيك مثلا. لا، ممكن يطور نفسه في السكريبت رايتنج بشكل رأسي تقصد يعني؟ يعني في الاخر يطور من مهارته الاساسيه اللي هي الكتابه بالزبط. يطورها كويس جدا، ولو عايز يتوسع بشكل يتوسع في المجال حواليها واحده. بالظبط. يعني هيتعلم كتابه مقالات مثلا. هو بيكتب مقالات، فممكن يروح لكتابه السوشيال ميديا او يروح لانه يتعلم SEO حوالين بالظبط. ما يبعدش كتير. ما يبعدش كتير. مش معنى كلامي ان هو ما يعرفش عن المونتاج، ما يعرفش الديزاينر بيعمل ايه، ما يعرفش بتاع الموشن جرافيك اللي احنا قلنا عليه بيعمل ايه، لكن ما يتقنوش. هو يبقى فاهم الناس دي بتعمل ايه بشكل عام كده، عشان مينيمم كده انا عارف الديزاينر هديله ديزاين، انا عارف الناس اللي حواليا بتشتغل ازاي بالظبط. يعني لما اخلص بوست او كوبي حلوه
انا عارف ان الميديا باير هيعمل ايه. انا عارف لو خلصت كتبت مقال عارف ان انا لازم اسلم مع المقال ده ميتا تايتل وميتا ديسكريبشن عشان بيحتاجهم، بالظبط. او التايتل كده كده موجود بس محتاج اسلم ميتا ديسكريبشن عشان يعمل ده، محتاج اسلم انفوجرافيكس معينه لو المقال محتاج ديزاينز بالشكل معين. بالظبط محتاج اعرف ان الديزاينر بيطلع الديزاين بتاع المقال اقل من 200 كيلو بايت مثلا، عشان لو انا اللي برفع فانا اللي في الاخر ابقى فاهم بس ابقى عارف اليد بالظبط التيم اللي معايا. بالظبط. واظن ناس معانا كانت في الورشه اشتغلت اوبريشن واشتغلت حاجات غير الكوبي رايتنج، لكن في الاطار بتاعنا. امل اللي كانت بالظبط شغاله معاك على الكامبين اشتغلت اكونت مانجر اصلا. ده اللي احنا بنتكلم فيه. توسع، كبر دايرتك لكن في مجالك، واعرف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، ده بيعمل ايه، ده بيعمل ايه، بير مينيمم. حاجه من الحاجات اللي انا بشوفها انك يبقى عندك تارجت متعلق بالعملاء. اما انك بتعلى بكاتيجوري الشركه اللي بتشتغل معاها او الاندستريز، او انك تروح في اندستريز زي ما انا هقول كده فعلا. ليه؟ لان بشوف ان شغلك في اندستري معينه لفتره ما يساوي خبره. وده لو شغال كويس فعلا. يعني انت شغال على تالا اكسبريس بقالنا سنه تقريبا واكتر. ف دي شركه شحن انت بتشتغل عليها بقالك سنه. فخلال السنه دي انت اكتسبت اكسبيرينس. الاكسبيرينس دي خلاص انت ممكن تبقى متخصص في ماركتير متخصص لشركات الشحن. وده اللي حصل فعلا لما دخل لنا كلاينت في شغال في اللوجيستكس. كان الموضوع بالزبط. اسهل بكتير. وفي نفس الوقت هو كل واحد ليه الخلطه بتاعته وليه تفاصيله وليه شغله وليه اليونيك بوينتس بتاعته. في الاخر كل حد بريف مختلف. يعني الناس اللي في ناس بتبقى متخصصه في الميديكال، بس في ناس بتبقى متخصصه في، ودي من اشهر الحاجات اللي فيها تخصص، في ناس بتبقى متخصصه في الساس. بس انا شفت بنت بتكتب انجلش ارتكلز للساس اونلي، واخد بالك من التخصص. حد تاني كنت شفت ان هو متخصص في كتابه الانجليش يو اكس بس. ففي الاخر هو بيتخصص كده بعد ما ايه يحصل، بعد ما يبقى عنده اكسبيرينس. بالظبط. انا هاخد من كلامك هي الفكره ان الوقت بيديك اكسبيرينس، او المجال اللي انت شغال عليه بيديك اكسبيرينس، وبيفيدك في حاجتين. لو جالك كلاينت في نفس الاندستري فبيبقى اسهل بكتير انك تشتغل عليه، خلاص مش هتاخد مجهود كبير. تاني حاجه البروسيس بتاع الشغل نفسه بتبقى اسهل، لانك انت بتبني على الخبره اللي انت اكتسبتها في خلال الوقت ده كله. يعني الكامبين اللي كانت بتاخد معاك 3 ايام، يوم افكار يومين كتابه، دلوقتي ممكن تاخد معاك يوم. هو في الحقيقه انت في مجهود في الاول اتعمل بالظبط، وانت بتكمل المجهود ده بالظبط. يعني انت بتاخد وقت عشان تفهم الاندستري، فالوقت اللي انت اخدته عشان تفهم الاندستري دي، انا ده شفت منافسين كتير فتحت اكاونتس لشركات اكسبريس او شركات لوجيستكس كتير. فانا خلاص يعني استوعبت الموضوع، ولما ادخل على اكاونت جديد ابص عليه انا عارف هنا عنده ويك بوينتس في حته فلانيه، ما بيتكلمش على الحته الفلانيه عشان خاطر اكيد عنده فيها مشكله. المسج دي لا غالبا اللي مكتوب على الديزاين مش هو اللي بيتنفذ بالظبط. تعال بص في الكونتنت كده بتبقى هارش الحركات اللي شبه كده. واظن ده اللي انت علمته لنا واللي انت بتقوله للناس في الكوميونتي، فكره الشتات تتعب فيها في الاول، هتتعب فيها في الاول شويه، لكن هتفيدك 6 شهور قدام. وده لو انت شغال على كلاينت بشكل مستمر. انا دلوقتي بقيت بقول لهم لو الكلاينت مش مستمر، انت الشيتات في دماغك كده، البروسيس تبقى في دماغك كده، وخد شورت كاتس بقى. يعني انت عارف 5-6 سكك تطلع بيهم كامبين او افكار، فتعامل. وكمان زي ما انا شغال مثلا في براند جايد، الشيتات بنتعب فيها في الاول شويه، بما ان الكلاينتس اللهم بارك بتستمر يعني معانا مده طويله، فبنتعب في الشيتات في الاول. الشيتات اللي كل الناس في الكوميونتي عارفاها، هي مش هتحس بغربه لما تشتغل يعني. بتتعب فيها في الاول، بعد كده تبص عليها كمان 6 شهور كده ولا حاجه تجددها بتاع، لكن هي
كل كامبين انت خلاص فهمت الدنيا ماشيه ازاي. طب لو احنا عايزين نقول يعني بشكل مباشر كده، لو زيدان هيكتب وصية للكوبي رايتر، وصية وهو لسه حي، حلو. عشان بس ايه ما نبقاش بنفول على حلو. لو زيدان هيكتب وصية للكوبي رايترز هيكتب فيها ايه؟ انت وانت بتقول وصيه جه في بالي بتاع الكبير قوي اسمه ايه؟ هدرس. ماشي. وانت بتتكلم دلوقتي بتقول وصيه جه في بالي هدرس، هو عمال يكتب وصيه. لكن انا مش هقول كلام زياده عن اللي احنا قلناه، بس ممكن نلخصه بشكل سريع وتبقى دي وصيتي للكوبي رايترز يعني اللي طالعين في الكوميونتي. اول حاجه احترم البروسيس قوي يعني، لانها فيما بعد هتفيدك في الشغل كتير قوي وهتوفر عليك وقت كتير قوي. تاني حاجه احنا فنانين ومبدعين، لكن مش فن بوهيمي، لا احنا جوه اطار الا وهو الحاجات اللي انت بتاخدها في الكوميونتي اللي انت بتدرسها في الكوميونتي، هو ده الاطار بتاعك. في الاخر الهدف ايه؟ ان انا اطلع كوبي كرييتيف بتحقق هدف. مش لازم كرييتيف، بتحقق هدف. ماشي، عشان احنا في خناقه على الكرياتيفيتي دي. فقلنا البروسيس. احنا في ناس عندنا ما بقتش بتقول كرييتيف اندستري عشان خاطر شخص ما يعني، مش هنقول على اسمك يا عبد الرحمن ولا هنقول على اسمك ايه، طلعت في التلفزيون تاني. فقلنا الاطار وقبلها كانت البروسيس. تالت حاجة المديرك مش بابا زي ما انت قلتها لي قبل كده في المكالمة يعني. مش هو اللي هيعلمك، مش هو اللي هيطور منك، مش هو او مش المفروض هو يعمل كده. انت المفروض، ودي مسؤوليتك، ان انت تطور من نفسك وتعلم نفسك وزي ما اتكلمنا انا وانت في اطار وسع الدايرة، دايرة الرادار كده، بتوسع في نفس مجالك او نفس حتتك. رابع حاجة الانبوتس. صاحب 24 ساعة، صاحب بالين مبدع، صاحب 3 عبقري زي ما قلنا، وانت شغال 24 ساعة. انت بتنام، قبل ما تنام بتلاقي فكرة جت في بالك، نوت بوك وسجلها. احلامك اللي بتحلم بيها دي بفلوس. بتاخد شاور، كل واحد ليه طقوس معينة كده، تلاقي الافكار بتتدفق. كان عايز يعني يفرد في الكلام بعد بتاخد شاور، بعدين لقى نفسه داخل في الغميق فقال. بالظبط. فاحنا شغالين 24 ساعة، 8 ساعات في شغلك، وباقي اليوم انت بتستمد افكارك من بيلبورد في الشارع، في موقف مع عم فلان، مع راكب تاكسي، راكب ميكروباص. في حياتك انت بتطلع افكار. انا سعدت بهذا اللقاء. احنا خلاص هنختم. انا عايز اكمل. انا سعدت بهذا اللقاء. انا كمان والله، ومبسوط جدا انك نورتنا عشان مستضيفك النهارده. فشكرا جدا. شكرا والله لهذه الاربع نصائح او الثلاث نصائح. كانوا 4 ولا 3؟ 4. اطار وبروسيس، خليهم 2، 24 ساعة. انا مش بابا. انا شايف ان دول ممكن يبقوا، ممكن نعمل منهم دستور. احنا قلنا وصية. وصية الحاج زيدان. وصية الحاج زيدان. شكرا جدا ليك. انا مبسوط والله، ويا رب نكون فدنا حد في البودكاست تاني. باي.